عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا قمر انت وهي؟ ازيك حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، منورين الدنيا ومنورين حياتي. دلوقتي يا جماعه سمنه وزيت. تمام، هنعمل حاجه حلوه قوي النهارده جميله، بقالي فتره ما عملتهاش. ماشي، بس قبل ما نعمل اي حاجه نصلي على النبي، نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على الشفيع. عطروا يا جماعه بيكم بذكر النبي، وعطروا بيكم بذكر النبي، لان حبايبي مفيش احلى من الصلاه على النبي. فيها الخير وفيها البركه وفيها كل حاجه حلوه في الدنيا. يكرمنا ويكرمكم يا رب بكل الخير ان شاء الله باذن الله من غير مقاطعه. النهارده قلت ايه، هعمل ست مكرونه بشاميل. تمام، باللحمه المفرومه مش بالفراخ. ماشي حبايبي، فديت سمنه وزيت. تمام، انا قلت اعمل معاكم البشاميل. انا سلقت المكرونه وعملت اللحمه المفرومه عصقتها وكل حاجه. ماشي، فقلت اعمل معاكم البشاميل عشان في ناس كتير قوي قوي البشاميل بيكلكع معاها وتحتار فيه يعني شويه. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. دي كوبايه ونص دقيق. ماشي، انا هخلي شويه، مش هحطها كلها، مش الدنيا فيها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا بقول لك بقى على السر اللي ما يخليش البشاميل يكلكع مني. ماشي، هقول لك يا قمر دلوقتي. انا ما رضيتش اكتر السمنه والزيت عشان اوريكم على الطبيعه. خلاص، انا هديها النار. شايفه الدقيق عامل ازاي؟ بصوا بقى حته واحده. تمام، لو انت عملتيه بقى بالطريقه ديت هيكلكع منكم، مش هيبقى حلو خالص. طب هنعمل ايه يا ام محمد؟ هقفل بس الكاميرا وهجيب الحاجه اللي هحطها عليها اللي هتخلي البشاميل تحفه، وهرجع لكم تاني في ثواني. بصي يا قمر انت وهي، عملت ايه؟ جبت حته سمنه وزودت شويه زيت. برده تاني يا محمد سمنه وزيت. يا جماعه بصوا، لو البشاميل مش سايح ونايح كده هو في السمنه والزيت، طب ما نعمله بسمنه بس. لا، الزيت يا جماعه بيديله لمعه جميله كده، بيخليه ناعم زي الحليب. شايفين فرق ازاي؟ شايفين الدقيق فرق يا جماعه ازاي؟ استنوا، شايفين؟ بس حته السمنه، شايفين الدقيق يا جماعه فرق ازاي؟ بصوا ماشي، بصوا تسيح بس حته السمنه دي. عسل. انا بعمل البشاميل بتاع صوص المكرونه اللي كان بقى بالفراخ او باللحمه المفرومه، بعملها بالشوربه. مش ما بحبش اللبن، بحب اللبن وكل حاجه، بس اول حاجه انا يعني مش عارفه، مش بستطعمها قوي باللبن، او بحب يبقى لبن على شوربه او شوربه بس، يعني ما بحبهاش لبن صفر بصراحه. تمام، خلاص. وعندي حته زبده اهي كمان. ماشي، احطها فيها، ده طعم جميل قوي في الزبده. خلاص يبقى سمنه وزيت. تسيح بس حته الزبده، انا موطيه شويه. وفي ناس بتعمل بشاميل على البارد. ماشي، يحطوا كل حاجه ويقلبوها مع بعضها كده الاول، وبعد كده بيحطوها على النار. مش ان انت مثلا تحطي الدقيق واللبن ولا الدقيق والشوربه وخلاص، لا، على البارد. يعني معناها ايه؟ ان انت بتقلبي كل حاجه، مش بتحطيها على النار زي كده وبعد كده بتحطيها بعد كده تتقل على النار. ابصي يا قمر انت وهي، الزبده ساحت اهي، شايفين؟ ودي زي ما احنا بنقول ايه، اتحمص عشان ما يبقاش طعمه كأنه ني. ماشي، انا بصراحه بحب اعملها كده، مش بحبها على البارد. بصوا تحسي كده ان الدقيق استوى وبقى زي العسل، في منتهى الجمال. خلاص، شايفين؟ عسل. يديكي بقى ايه، بشاميل ناعم كده وحرير، ولا بكلكع ولا اي حاجه. لو البشاميل كلكع معاك في الخلاط، اضربيه في الخلاط هيبقى زي الفل معاك كده وناعم وزي العسل. خلاص، انا هحط الشوربه وهقلبها وهوريكم بعد كده في الاخر. بصي يا قمر انت وهي، شايفين؟ بصوا انا لسه مزوده شويه شوربه تاني لسه، ما ياخدش اي حاجه، وبالمعلقه ولا بمضرب ولا باي حاجه. بصوا، حرير ولا كلكعه ولا اي حاجه. شايفين يا جماعه؟ بصوا حرير، في منتهى الجمال والله. عسل. ظبطت الدقيق، سمنه وزيت. زيت، ايوه لازما زيت. انا ما اعملش البشاميل من غير زيت ابدا، او حته زبده. عايزه حته زبده ماشي، ما فيش خالص. بصوا عامل زي الحليب. بصوا يا جماعه، البشاميل دوت ساعات انا لما بكون عامله بشاميل مثلا وطلع مني كتير،
وبحط منه شويه بعد ما يبرد في كيس وبحطه في الفريزر. شايفين يا جماعه؟ بصوا قوام حريف ومنتهى الجمال. خلاص هطفي عليه بقى في الفريزر يا محمد، او بحطه في الفريزر، واول ما تحتاجي تطلعيه تغلي شويه شوربه او شويه ميه او شويه لبن ايا كان، بس تكون حاجه سخنه، وتفضيه وتفضيه فيه وعلى نار هاديه وتقعدي تضربي، هيفك معاك ويبقى زي العسل وكأنك لسه عاملاه. ماشي؟ مش لو اتبقى منك شويه بشاميل ترميهم ولا اي حاجه لا قدر الله، لا، لمهم في كيس وهتيجي في وقت تحتاجيهم. خلاص يا حبايبي، انا خلصت كل حاجه وهطبق كل حاجه معاكم دلوقتي على بعضها قدامكم على الرخامه. خلاص حبايبي، سلام مؤقت وراجع لكم تاني. بصي يا قمر انت وهي، انا دلوقتي شلت طبق. بصوا يا جماعه، شلت طبق، مش عارفه بقى موضوع التصوير ده الشاشه بتقعد تروح وتيجي كده ليه. شلت طبق مكرونه بتاع دوت بشاميل الاسمر ده يا جماعه. بصوا لقيت البشاميل عادم شويه ماشي، حطيت له ملح وفلفل اسمر. مش عايزه تحطي فلفل اسمر تحطي ملح بس براحتك، تمام، اللي يريحك. دوت الاسمر دوت فلفل اسمر. خلاص، وادي المكرونه. خدت طبق واحد بس من البشاميل والباقي حطيته على المكرونه. هقلبه مش عارفه اقلب كده كويس. بصوا يا جماعه، هقلب المكرونه بالبشاميل كلها ماشي، وهدهن الصينيه سمنه وهحط نص الكميه ديت في قلب في قلب الصينيه. خلاص اتفقنا. يبقى نطلع طبق بشاميل عشان نحطه من فوق على الوش ماشي. وخدت بقيه البشاميل قلبته كله مع المكرونه. هاخد نص البشاميل دوت مكرونه بالبشاميل في قلب الصينيه وهدهن الصينيه سمنه كويس. مش هدهنها زيت عشان لو دهنتها زيت هتحمر قوي ممكن تتحرق، تمام. هدهنها سمنه بس ماشي. امال انت وهي، واللهم صل على النبي. هحط نص المكرونه بس كده وهضيف اللحمه. عايزه اقول لكم على حاجه، انا ما بحطش بيض للبشاميل عشان ابو محمد مش بيحب البيض نهائي. خلاص، في الاكل يعني ممكن ياكل مسلوق ياكل مطقوش اي حاجه، بس في ان انا احطه في الاكل زي كده بيشم له ريحه، فبايه ما بياكلش الحاجه اللي انا بعملها بالبيض. وفي معجنات صراحه والله العظيم بتحتاج بيض ساعات والله العظيم ما بعملهاش، ولو نفسي فيها بصراحه مش بياكلها. خلاص، لو عملتها والله العظيم يعني ما بياكلها، عشان بصراحه مش بيحب البيض خالص، عنده حساسيه كده من البيض، من ريحه البيض. في ناس كتير كده على فكره ماشي. انا لو عملت اي معجنات ما بدهش وشها بيض خالص نهائي عشان خاطر هو يعرف ياكلها. المهم زي ما انا قلت لكم، اخدت طبق واحد بس من البشاميل خلاص اهوت وركنته على جنب، وبقيت البشاميل والمكرونه هقلبهم كلهم على بعضهم، واخد نص محطهم في الصينيه، وهجيب اللحمه المفرومه. هوريكم حاجه انا بعملها عشان ما احطش على وش الصينيه بيض. بعمل عشان اخلي وشها يحمر، تمام. هجهز بقى كل حاجه وهرجع لكم تاني. بصي يا قمر انت وهي، ما بيكون مخك مشغول بحاجه او دماغك بتفكري في حاجه تانية، ممكن الحاجه اللي قدامك تبقى قدامك ما تفتكريش تعمليها خالص. يعني الاضاءه بتاعت الاستند ما كانتش شغاله اللقطات اللي عدت دي كلها، وانا اقول الدنيا ضلمه الدنيا ضلمه الدنيا ضلمه، وانا دماغي انا اللي ضلمه مش الدنيا هي اللي ضلمه. يلا الحمد لله الحمد لله جت على قد كده. بصي يا قمر انت وهي، انا دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم حطيت اللهم صل على النبي، ايوه كده، حطيت نص المكرونه اهي في الصينيه. خلاص يا قمر انت وهي، جيبي اللحمه يبارك سيدنا محمد اهيت. اللحمه معصجه يا جماعه بالبصل ماشي. اللهم صل على النبي. وحاطه لها حته زبده وحاطه لها سمنه. بصوا بقى، نفردها كده بس ما تفرديش للاخر علشان ما تتحرقش وتلزق منك. خلاص، عايزه بقى تحطي جبن تحطي اللي انت عايزه تحطيه بقى، ده شيء يرجع لك انت. حاول على قد ما اقدر ما اجيبهاش على الحروف عشان ما تتحرقش ماشي يا حبايبي. تمام. بصوا هحط بقى بقيه المكرونه التانية اهيت، هفضيها عليها. بصي يا مريت وهي، ادينا خلصت الصينيه اهي، بسم الله ما شاء الله على زي العسل ما شاء الله عليها، تحفه في منتهى الجمال. خلاص، طب هنعمل بقى، احنا عايزين الشاي يحمر وانا مش هحط بيض زي ما احنا قلنا. بصوا ديت السمنه اللي انا ببقى محمره فيها وعامله فيها البصل وحطيت فيها اللحمه، طبعا اللحمه حاطه لها طماطم، فالسمنه الدسم اللي فيها احمر خلاص، فباخد شويه منه ولا بتحتاجي لا بيض ولا بتحتاجي اي حاجه كده. الوش ده كده بيحمر بيبقى زي العسل. خلاص
وانت في ناس بتتحرم عليها المكرونه البشاميل علشان خاطر موضوع البيض. لا نحلها بكده ماشي. والمعجنات بدل ما تحطي، همسح انا بقى دوت عشان ما يتحرقش في الفرن، بدل ما تحطي بيض ولا اي حاجه ولا صفار بيض ولا الحوارات دي كلها، شويه لبن ماشي وتدهني بيهم المعجنات. اصل مش عشان يا جماعه فرض مثلا، يعني مثلا ايه، يعني واحد او اتنين ما بياكلوش مثلا الحاجه، لا احنا نمنعها على نفسنا ولا احنا نعملها وهم ما بياكلوش منها، لا يعني ايه، نشوف ايه الصح ونعمله عشان الكل ياكل مع بعض. عشان ما ينفعش حد ياكل وحد ما ياكلش، يعني بصراحه احنا عندنا هنا ما ينفعش، ما بنحبش كده، لازم كل حاجه نشارك فيها. خلاص هسويها بقى وهرجع لكم تاني، وهعمل معاها اكله تاني، وهعمل شويه سلطه، بس الاكله التانيه هعملها في فيديو لوحدها. خلاص هسوي كل حاجه ان شاء الله وهرجع لكم تاني باذن الله من غير مقاطعه. يلا يا قمر انت وهي، سلام مؤقت، راجع لكم تاني، سلام. قمر انت وهي، صينيه المكرونه خلصت يا جماعه. اللون ايه، ملوش حل. شايفين؟ هنزل الستاند كده، بصي هي سخنه والله العظيم، سخنه يعني مولعه، بس طالعه من البوتاجاز دلوقتي. شايفين يا جماعه؟ مش حاطه لها بيض ولا اي حاجه، زي ما قلت لكم اللون الاحمر دوت من ايه، من حبه السمنه او الدسم اللي هو مطرح اللحمه المفرومه، عشان حاطه فيها طماطم. شايفين؟ في منتهى الجمال. والاحمر دوت اللي هي حبه البصل اللي كانوا باقيين. ماشي، اللي يقول لك بقى صينيه المكرونه هنعرفها استوت ازاي. بصوا شايفين، ركزوا معايا هنا كده، شايفين فاصله ازاي؟ فاصله. بصوا احط المعلقه فاصله. صينيه المكرونه لما تفصل من الصينيه تعرف ان هي كده استوت. تمام، يبقى كده خلاص ما شاء الله كل حاجه كده لمت على بعضها واستوت اهي، ولا بيض ولا اي حاجه والله العظيم. يعني حتى في التصوير فاتحه شويه عشان خاطر الاضاءه، هي حمرا ما شاء الله عليها زي العسل. تمام يا حبايبي. بصوا بقى دلوقتي المكرونه سخنه، لو انت عايزاها بقى قطع بقى زي ما انت بتشوفيها في الفيديوهات والحوارات اللي بتحصل دي يا جماعه، بيسووا المكرونه ويبردوها خالص، يبردوها في التلاجة يخلوها جامده، ويقطعوها طرنشات. طبعا هتكون مسكت في بعض قوي، تمام، يقطعوها طرنشات ويجي يقدموها، طبعا بتبقى طالعه طرنشات، ويسخنوها بقى وهي متقطعه. لكن ان انت تيجي تقطعيها دلوقتي مش هتطلع قطعه واحده، هتبقى مثلا سايحه مع بعضها كده عشان خاطر البشاميل والكلام ده، فاهميني؟ فتيجي تقطعي المكرونه وهي سخنه هتبقى فكه كده من بعضها وسايحه. خلاص يا حبايبي. وفي ناس كتير قوي 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 بتحبها كده سايحه كده، وتحط لها جبنه وتحط لها حاجات بتبقى سايحه اكتر. تمام. هنا بقى ايه، ادي الكوسه جهزتها وجهزت كل حاجه، عشان اللقطه الجايه هعمل لكم الكوسه ولحمه مفرومه، عشان قلت لكم ديت هتبقى في لقطه لوحدها فيديو لوحده، والمكرونه البشاميل فيديو لوحده. خلاص هجهز كل حاجه وهرجع لكم. بصي بقى يا قمر انت وهي، الحلويات والعسلات والسكرات. بصوا انا بعشق بقى، اسيب المكرونه كلها وبعشق في الحتت اللي هي الايه اللي متحمره دي. شايفينها يا جماعه؟ شايفينها؟ بموت فيها، بحب التكه بتاعتها قوي، عسل. بصوا بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، سكر 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 سكر، في منتهى الجمال. شايفين؟ ودي اللحمه ما شاء الله عليها كتير ازاي. بصوا اللحمه تحفه، حياة ربنا ايه، رهيبه. بصوا في منتهى الجمال. سكر، اللحمه ودي الكوسه اللي انا عملتها الفيديو التاني، عسل مع السلطه. نيجي بقى للكلام ده اللي ملوش حل، بجد ملوش حل حقيقي والله، مسكر قوي، مسكره بجد. شوفين بسم الله ما شاء الله، مليانه لحمه، رهيبه. عسل، احنا بنحب جنبها السلطه قوي. برضه اللي هيقول لي تاني السلطه ما فيهاش خضره، اقول لكم الخضره اللي عندي حاططها في المحشي ونسيت اشيل شويه خضره للسلطه، بس بجد في منتهى الجمال، حلوه بجد حقيقي. رايك شويه بقى، اسيب بقى في رعايه ربنا سخنه، واقول لكم سلام يا احلى ناس في الدنيا، سلام. ادي ايه
الصينيه التانية بقت الصينيه يعني في منتهى الجمال. اقول لكم ايه، سلام. لايك لايك لايك، سلام.